بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مساء الخير عليكم عشان احنا بالليل. انا عملت خلية نحل كده سريعة لطيفة كده، سهلة جدا، ما خدتش اي وقت، فقلت ايه طلعت مظبوطة وحلوة، قلت بقى ايه اسجلها لكم اوريها لكم. الاول هنجيب المقادير 4 كوبايات دقيق. المقدار ده هو بالذات خد مني 4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات دقيق، ربع كوباية زيت على سمنة، زيت على سمنة، معلقة خميرة ومعلقة سكر وبس. وهنعمل هنشوف الطريقة. الأول خالص حطيت الدقيق، الأول خالص حطيت معلقة خميرة على معلقة سكر على كوباية مية دافية كده فترة، وإيه حطيتهم على جنب يتفاعلوا، يعني الخميرة تتفاعل يعني مع المية والسكر. بعد كده حطيت الدقيق في البولة اهو، حط الدقيق في البولة وبعدين حط عليه ذرة ملح صغيرة، نص معلقة صغيرة. دول يعني هم ايه دول 3 كوبايات، وحطيت كملت كمان العجينة خدت كمان كوباية، حطيت عليهم بقى 4 كوبايات، مع على فكرة كمان معلقتين لبن بودر، لبن بودرة، لبن بودرة حلو، محسن طبعا للمخبوزات، حلو قوي. لو يعني انا ما حطيتش لبن حليب ولا حاجة، لا هو لبن، معلقتين كبار لبن بودرة كده اهو. حطيت الدقيق، يعني كنت عاوزة احط حبة بحبة، فقلت خلاص احطهم كلهم مرة واحدة وخلاص. الدقيق منخول طبعا، دقيق جميع المخبوزات، يعني هو ده دقيق جميع المخبوزات، انا بستعمل كل الدقيق المخبوزات كلها دقيق جميع الاستخدامات. حطيت ذرة الملح اهو، حطيت معلقتين كبار لبن بودرة، لبن بودر، لبن بودرة، لبن يعني من اللي هو الشارية من عند العطار اهو، اللبن بودرة اهو، بس عشان مركون بس شوية في التلاجة كده. بقى ايه حطيت معلقة، يعني هو هما معلقتين كبار، طبريهم معلقتين كبار، لو عندك 3 معالق حط 3 معالق، حلو يعني هو محسن طبعا وحلو كده. كده حطيت معلقتين كبار لبن بودرة على مقدار 4 كوبايات دقيق ومعلقة خميرة فورية، قلبتهم، تقلبيهم كده اهو يعني. وبعد كده بقى ايه تحط الخميرة اللي هي اتفاعلت مع المية والسكر، مع معلقة السكر وكوباية المية الفترة الدافية. هنعجن بقى، هنحطها اهو. هو الفيديو اصلا قصير خالص، صغير خالص، لانه سريع، لان هي الطريقه يعني خليه النحل اصلا سريع، ما خدتش اي وقت خالص ولا مجهود، وحلوه وظريفه، وتنفع بقى سندوتشات الاطفال المدرسه بقى جميله. يعني بقى بدل ما تحط السندوتش وتلف وتبرمي ومش عارفه ايه، لا رغيف، لا مش عارفه، لا عيش طاوله، لا عيش كايزر، مش عارفه، ده بقى دي جميله بقى. حشتها نوتيلا او اي حشوه تعجبك، وحشتها جبنه، كان عندي جبنه شيدر على موتزاريلا، حشتها بيها، اي جبن، اي جبن تحشيها بيها، حلوه قوي قوي لللانش بوكس بتاع الاطفال مدرسه، وحلوه وتشبعهم وتفتح نفسهم احسن من السندوتش. ده بقى معلقتين زيت على معلقه سمنه، السمنه حلوه قوي، جربوا بس السمنه في طريقه خليه النحل دي بدل الزيت بس لوحده، جميله جدا كده اهو. ركنتهم بس على جنب على ما احط الميه، اعمل اشرب العجينه بالدقيق بالميه الاول. 3 كوبايات، دول 3 كوبايات، هزود كمان كوبايه وانا بشتغل وانا بعجن كده. الخميره اهي، عملت رغاوه اهي، فقاقيع اهي، يعني خلاص بقت حلوه اهي، انا مستنيش عليها برضو اهو. هنقلب بس كده بالمعلقه ونحط لحد ما تتشرب الدقيق، يشرب الميه خالص الخميره. بعد كده بقى ايه اقوم حاطه السمنه على الزيت، واقوم واعجن بقى واكمل عجين.
وهوريها لكم العجينه بتاعتها بتبقى ناعمه زي الحرير. تعجني لحد ما تبقى العجينه ملساء في ايدك كده، ناعمه زي الحرير كده. سهله جدا، هي اسهل حاجه في المخبوزات خلية النحل دي. وطبعا رشيت على وشها بقت ميه دافيه اهي، بقت مكان الخميره. رشيت على وشها سمسم وصفار بيضة بلبن بمعلقة صغننة خالص قهوة بني يعني، او اي حاجة. ممكن لبن، ممكن لبن بس، لبن ببيض بس، ممكن مية بسكر، ممكن آه، اي حاجة يعني. ما فيش حاجة خالص، مش مهم. هعجن بقى العجينة لحد ما العجينة تبقى في ايدي حلوة خالص. ممكن تعجني في عجان لو عندك، في محضرة الطعام لو عندك يعني حاجات، اي عجين. هي مش مستاهلة بقى ان الواحد يكركب، فانا عجنتها بايدي كده وخلاص، لان ما خدش اي وقت خالص. كده هي العجينة في ايدي كلها اهي. هلم بس حبة الدقيق اللي فاضلين دول بحبة مية، وبعدين نكمل العجن. يجي 10 دقايق بس عجين كده ولا حاجة. طبعا جميع المخبوزات بتاخد 10 دقايق عجين اهي. بس حبة مية بس عشان الدقيق اللي تحت في الأرضية بتاعت البولة دي كده اهو. ايوه كده. نحط بقية العجينة بقى ونكمل عجن اهي. يا ريت الأمهات تعملها للأطفال في المدارس أحسن من السندوتشات اللي بتقعد بقى تعمل بالجبنة ومش عارفة البطاطس ومش عارفة ايه وايه وايه. ده كلها دي اعتبري سندوتش مختصر. حشتيه مربى، حشتيه نوتيلا شوكولاتة، حشتيه جبن، حشتيه حتى لحمة مفرومة يعني معصجة، كله حلو. نبدأ بقى نحط الايه، ربع كوباية سمنة على زيت اهو. كده بقى نعجن. المعلقة السمنة دي المعلقة مش مليانة، معلقة صغيرة يعني، حلوة قوي قوي مع في العجينة دي. خلتها حلوة وطعمة وحلوة وهشة ومظبوطة وحلوة، وقلبها مفتح وحلو وخفيفة زي الريشة اهي. ادي العجينة بعد ما عجنتها خالص اهي، حلوة خالص اهي زي الحرير. نسيبها بقى تخمر يجي ربع ساعة كده ولا حاجة، ونبدأ بقى نشكلها بعد ما تخمر. نغطيها بقى، لا اغطيها بحاجة تانية غير الطبق، بس انا على ما اجيب كده بقى خمرت اهي. بس انا هبطها، هبدأ بقى اشكلها. اشكلها بقى وايه يعني هقطع، لو عاوزة تقطعها قطع صغيرة كده هو تقرصيها يعني. العجين التقريص يعني، التقريصة بتاعتها ايه قد الليمونة الكبيرة، قد السفندية كده، قد البيضة كده يعني، عشان تبقى صغيرة، عشان لسه هتتنفخ في الصينية وهي بتخمر شوية. حشيت بقى الجبنة اهي بالطريقة دي كده، ولا بتبطيها ولا حاجة، كورة بس، كور بس كده، وتفرقها عن بعضها. طبعا دهنا في صينية، الصينية دي حلوة أوي أوي في الخابز، بحبها أوي في الخابز. دهنتها سمنة بالفرشة طبعا كلها، علشان ايه بس ما تلزقش ولا حاجة، عشان هي ازاز يعني. لازم برضو تدهن الصينية سمنة، دهنتها سمنة أو زبدة، بس هي السمنة يعني، ولا لزقت ولا أي حاجة، وكانت جميلة وزي الفل اهي. حشيت حبة جبنة حلوين اهم. والجبنة دي هتسيح على فكرة، هتسيح وتبقى حلوة فيها يعني. كورة كده زي السرة كده، تلفيها زي السرة كده اهي، بالطريقة دي كده. تعملها بالعرض، تلفيها كده بالعرض، تبرمي فيها كده، وبعدين بالطول لحد ما تبقى كورة في ايدك كده زي السرة كده اهي. تقطعي كده بالطريقة دي اهي. الحجم اللي انت عاوزاه، بس هو الحجم الصغير احلى يعني، لان كده كده هتزيد في الفرن يعني، في الصينية وفي الفرن.
ما تلزقهاش جنب بعضها علشان ايه هتفرد شويه. حطينا الجبنه اهو. ممكن جبنه بيضه، جبنه قديمه، اي جبنه، وجبنه مثلثات بتبقى جميله قوي، والجبنه الرومي برضو بتبقى حلوه. جبنه المثلثات بتبقى حلوه قوي فيها، بعد ما بتتخبز طعمها بيبقى جميل قوي. جبنه المثلثات دي اللي هي جبنه اللوستون دي ولا نوستون ولا ايه. جبنه مثلثات بالطريقه دي كوره، بس لا تبططيها ولا تعملي فيها اي حاجه غير كده بس. مم. ما تروحوش في حته، خليكم معايا. اهو، بس كده. ايوه كده. ايوه بالطريقه دي كده بالطول. ايوه تقفليها بقى عليها كده، وبعدين بالعرض، وبعدين تكوريها زي السره، زي الكوره كده. ايوه كده. دي مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي لوحدها كده اهو. حلوه قوي. لجوع نص الليل. حلوه برضه. بتبططيها بس تبطيطه صغيره قد القرصه كده، تفرديها يعني تبططيها يعني تفرديها قد القرصه كده، وبعدين تحشيها بقى. اهي بالطريقه دي. برضه تلفيها كده. كده خلاص اهي اتوضحت. اهو بالطريقة دي كده، وبعدين تبرميها، وبعدين تكوريها زي الكورة، زي كرة السلة دي. زي كرة السلة ايه، زي كرة البينج بونج الصغنونة دي. اهو بس كده تمام. كده تمام. وعلى فكرة بقى بالليل بيبقى الخيال بيضلم التصوير، ونعمل بقى كل حاجة بالنهار وخلاص. او نشغل اللي ما فيش فلاشة، مفيش اسمها ايه، اللي هي بتنور دي، اللمبة دي انا عارفة اسمها ايه، اللي بتنور في التصوير دي. بس ما تنسوش تحطوا لنا لايك واشتراك لو سمحتوا. يعني ربنا يسعد يا رب، يعني الله يسعد اللي بيحط اشتراك ولايك، الله يسعده يا رب. الله يسعدكم كلكم يا رب. كده ما عادش حبة الصينية خلصت، فاضل بس 2 3 4 كده. هحشيهم بقى نوتيلا ومربى التفاح كانت عندي اهي. دي نوتيلا اهي. بس هما بقى اللي فاضوا من العجينة بس 3 4 وحدات كده بس. انما انت احشي اللي انت عاوزاه، الحشوات اللي انت عاوزاها احشيها بيها. حتى لو من غير حشوة بتبقى جميلة برضه، انها بتبقى طعمة في الاكل كده، وخفيفة وهشة وحلوة. اهي الطريقة دي كده، وبعدين برضه نفس الطريقة اللي عملنا بيها بتاعة الجبنة. كده بتجيبها على بعضها، بتضميها على بعضها وتكوريها وخلاص. بس كده، ولا هتطلع من الحشوة، ولا هتفك، ولا هتسيح، ولا اي حاجة. هي بقى خلاص، هي حتة صغيرة اصلا. والرمان بقى عامل في ايدي ايه عمايل، بقعها خالص، حتى واضحة في اهي نوتيلا اهي. يعني هي بقى ايه، نشطب بقى النوتيلا بقى خلاص. حلوة برضو بتاع النوتيلا دي، حلوة الأطفال بتحبها قوي.
كده بقى ايه، هنخلص اهو. بعد كده بقى انا كده في الوقت ده كنت مشغله الفرن طبعا، مولعاه آه على درجه اعلى درجه حراره من تحت. بس على فكره هو انا عندي من فوق ومن تحت، بس من تحت بس بتستوي، بتحمر برضو، بتبقى حلوه، طلع لونها جميل. بس التصوير بقى هو اللي بيخليها زي الفتحه كده، هي كانت لونها جميل قوي ومستويه وهشه وجميل. اخر واحده بقى اهي، لسه دي مربى التفاحه اهي، هنحطها برضو ونقفل عليها برضو، طالعة جميلة اوي برضو بتاع مربى التفاح دي، طبعا مغذية وحلوة للأطفال. اه تشكيل يعني تنويع في السندوتشات للأطفال والكبار وكل حاجة. يعني الموظفين لما بيعملوها وياخدوها معاهم الشغل، بيحطوها في الفريزر ويطلعوها شوية بقى تفك، تبقى أكنها لسه مخبوزة الوقت اهو. الموظفات، ستات الموظفين يعني، أي حد، هي حلوة لأي حد، لسهرة، الفطار، العشاء، أي حاجة. حلوة صراحة يعني، خفيفة وظريفة وحلوة وسريعة. الميزة اللي هي سريعة، ما بتاخدش أي وقت. يعني أنا بديك فكرة وبنفكر بعض، بفكرك تعملي لو عاوزة تعمليها وكسلان، لا اعملي. الدقيق موجود وكل حاجة، ما بتاخدش أي حاجة، الجبن موجودة يعني. بس كده خلاص، آخر واحدة بقى. وبعد كده ايه، هندهنها بقى، ندهن وشها باللبن. أنا عملت صفار بيضة، ده اللي محطوطة هناك دي، اللي فيها الفرشة الصفرة دي، صفار بيضة على معلقة بن، على معلقتين لبن، بس كده. اهي اخر واحدة، عملت حبة حلوين برضو. يعني الاربع كوبايات مقربين النص كيلو دقيق. عاوزة تعملي كيلو بقى، اعملي صينيتين تلاتة زي ما انت عاوزة، هي كده كده حلوة يعني، متاخدش وقت. حتى لو برد سقعت برضو بتبقى حلوة، لو باتت يعني بتبقى حلوة، لان قلبها هشة وحلوة اهي. كده خمرت اهي، لزقت في بعضها شوية اهي. هبدأ بقى ادهنها بالخليط ده اهو. وبعد كده ايه، نحطها في الفرن على اعلى درجة حرارة، قولي 200 مثلا. اه ممكن 200، او فرنك يعني حلو. ما خدتش ايه، خدت في الفرن ايه، يجي نص ساعة كده، نص ساعة، ما يجيش متهيألي، ما يكملش نص ساعة، متاخدش وقت في الفرن يعني. هي صراحة الصينية دي حلوة في الخبز، وهي اصلا ما بتاخدش وقت في الفرن، وبتطلع ايه فوق زي تحت وجميلة، مفيهاش غلطة صراحة. كده بقى نحط السمسم، نرش سمسم، رش حبة البركة، ما ترشيش حاجة خالص، كلها كله حلو. حط سمسم بقى اهو على الوش، ممكن تحط سمسم وحبة البركة برضو. ممكن تحشيها جبنة على زعتر، او نعناع على زعتر. قصدي نعناع قصدي نعناع على جبنة، اي حشوات شغال. ايوه كده. سمسم حاجة بسيطة يعني، سمسم بسيط يعني، مش كتير ولا حاجة، بيدي طعم. اللي ما بيحبش السمسم ما يحطش السمسم، هخليها سادة كده. انا بحب السمسم اصلا فبحط السمسم. بعد كده يفطر بواحدة اهو، بعد ما دخلت الفرن وطلعت بالطريقة الجميلة دي.
جميلة، بس لسه سخنة خالص خالص، لسه يا دوب يا دوب طالعة من الفرن. هرشها مية كده اهو بقى بخاخة، لو عندك بخاخة ولا حاجة رشها مية بسيطة كده وغطيها بفوطة. دقيقتين اتنين بس بالعدد، دقيقتين بالعدد. انا مش هستنى عليها لما دقيقتين يخلصوا اصلا. اهي كده، كده اغطيها بس شوية لحد ما ايه، ما هي لسه طبعا بتبقى طالعة من الفرن، تحس انها ناشفة كده. هتقولي هي باظت ولا إيه؟ لا، شوية كده هتهدى كده وتقوم تبقى ايه، آه، لينة وجميلة زي الأسفنج كده، تطلع وتدخل، تنزل وتطلع زي الأسفنج بالظبط. أنا مش هستنى عليها أصلا لما تبرد. اهي ما استنتش عليها فعلا ولسه سخنة برضه. اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اهي، اهي شايفين جبنة اهي، شايفين شكلها ايه، مورقة زي الفطير، زي المشلتت. شايفين القلب شكله ايه، مفرغ ازاي زي المشلتت بالظبط. مورقة خالص اهي، هشة جدا، هشة خالص. بس سخنة خالص، سخنة فعلا، سخنة قوي، سخنة. اهي الجبنة اهي، جبنة مطة اهي، بس ما انتش شايف يعني على بسيط. اهي شايفين الجبنة شكلها ايه فيها، جميلة جدا. بس سخنة خالص برضو. هغطيها بقى تاني واسيبها تبرد شوية لانها فعلا سخنة قوي. جميلة، جربوها، جميلة، اعملوها، مش جربوها اعملوها. دي بقى اللي فيها النوتيلا اهي برضو. مفتحة خالص وهشة وجميلة. شايفين قلبها مفرغ، دليل على انها ناجحة يعني، العجينة والطريقة ناجحة مظبوطة والله، جميل. جربوها بقى وحطوا لنا لايك واشتراك. ودي برضو نوتيلا اهي، مش عارفة بتاع المربى راحت فين، بس هي نفس كده اهو، نفسها برضو. جميلة. اعملوها لولادكم، بيحبوها، هيحبوها وهيقولكم وهيطلبوها منكم على طول. غطيها تاني لانها لسه سخنة فعلا يعني، مع انها اسفنجية يعني، هي حلوة بس برضو غطيتها شوية عشان لسه سخن. هتبرد بقى اللي عاوز ياخد منها ياخد. اهي شايفين بقى، شايفين زي الاسفنج اهي. اهي جميلة زي الاسفنج، حلوة اوي. برضو لسه برضو يعني بردت شوية، بس لسه برضو ما بردتش خالص، ما بردتش قوي يعني، بس جميلة. بس خلاص يا ستي، شكرا. ومش مهم